وياي لا تحتارين بأكل عائلتك، قوم اعمليها لأولادك. نشتريها دائما من برا بمبلغ وقدره. انت ممكن تعمليها بطريقة سهلة ولذيذة، حتى ألذ من المطاعم وأنظف، وبتكلفة طبعا أقل، يعني وفري فلوسك. طريقة كلش سهلة، حتى ممكن تستخدميها أيضا سندويشات لأولادك، يعني لانش بوكس. أكيد بها وصفتين، يعني ممكن تعمليها باللحم وممكن بالدجاج حسب انت ما تحبين. أنا هنا سويتها بالدجاج. أكيد عرفتوا شنو هي الطريقة، طريقة فاهيتا الدجاج. فاهيتا الدجاج طريقة كلش سهلة، تابعوني. أول شيء أنا هنا عندي صدر، قطعتين كبار من صدر دجاج، يعني حوالي نص كيلو صدر دجاج. نقعته بحامض وملح وتركته حوالي ساعتين إلى أن كل الزفارة اللي بيه تروح. بعدها صفيته من الحامض اللي حطيته، صفيته بمصفي ونزل كل الماء من عنده، لأن أنا من نترك صدر الدجاج فترة ينزل ماء، ومع الحامض ضفته فأكيد صار بماء، فصفيته من الماء كله. بعدها بديت أضيف البهارات عليه. البهارات اللي ضفتها شنو هي؟ ملح، بابريكا، ثوم مطحون، وبصل مطحون. وممكن تضيفون كابتكارة من عندي، ضفت ماجي الدجاج، طبعا فلفل الأسود أيضا لا تنسوه. الماجي الدجاج أنا ضفت من عنده ملعقة صغيرة. طبعا انتم ممكن تضيفون الكيس، كل الكيس. أنا ضفت ملعقة صغيرة لأن أنا ضايفة ملح بالبداية. تمام. هاي هي البهارات الخاصة بالفاهيتا الدجاج. بديت أقلب بها بهذا الشكل. ضروري إنه تقلبون بها كثير حتى تجانس كل المكونات مع بعض. لا تنسون يعني هي مصفاية من الماء، يعني لازم تجانسوها بيدكم. بعدها عندي هنا فلفل دارة. الفلفل دارة ضروري تكون ألوان، تصير أحلى والطعم أطيب، والأولاد يحبون لما يشوفونها مشكلة وألوانها حلوة وزاهية. فأنا هنا ضفت فلفل دارة حمراء وخضراء، ما عندي بصراحة صفرة فاكتفيت بالحمراء والخضراء. انتم ممكن تضيفون فلفل دارة صفراء. هنا عندي بصلايتين كبار، لأن الدجاج مثل ما نعرف، مثل ما كلنا نعرف إنه اللي يحب البصل، فضفت بصلايتين كبار من ضفت بصلايتين كبار وشرحتهن على شكل شرائح، ومثل ما شفتوها. هنا جبت طاوة على النار، طبعا إذا زبدة بعد أحسن، بس على السهولة ضفت زيت زيتون، ماكو مشكلة. ضفت الزيت زيتون، حطيت شوية بصل، البصل حطيته وحمسته بدا يذبل. راح اضيف وياه الفلفل دار الالوان. بعد ما احطها اقلبها شويه واتركها شويه تذبل. ايضا راح اضيف صدر الدجاج. صدر الدجاج ضروري انه ما تظلون تقلبون بيه تقليبتين وتتركوا، لان اذا قلبتوا بيه كثير راح ينزل مي، فضروري يكون تقليبتين فقط. هنا حبيت اضيف من عندي سلطه. السلطه اللي انا دائما احب اسويها واللي يحبوها بالبيت هي سلطه اللهانه. سلطه ومقبلات احنا نقول اللهانه، وهي سلطه احنا نقولها حسب مسمياتكم. فهنا اللهانه شنو سويته؟ جبت اللهانه، طبعا انا عيني على الطاوه وكل ساعه اقلب، يعني بعد ما نزل ميها، بعد ما شربت وبخرت وبدت تستوي قمت اقلب بيها. طبعا اللهانه هنايا بديت اثرمها بقطع صغار مثل ما تشوفون ناعمه بهذا الشكل. ضفت لها شنو؟ ضفت لها المايونيز ملعقتين كبار، وملعقه كبيره فقط من الكاتشب، ورشه من الحامض، ورشه من الملح حسب الرغبه طبعا الملح. تبدون تقلبون بيها. هنا المفروض اضيف وياها ايضا رمان، لكن للاسف الرمان ما عندي متواجد، او متواجد عندي بس عجزت انه اضيفه، كسل مني يعني حشاكم. عجزت اضيفه، فانتم ممكن تضيفوا وياه تصير بعد اطيب. جبت هنا عندي الصمون كهربائي، احنا هذا نسميه، ما اعرف انتم شو تسموه. الصمون هذا جبته جاهز. بصراحه لو كنت مسويته بالبيت كان احسن، لان الصمون يعني من تفتحيه وتحطين بيه الاكل تحسيه بيتفتفت مثل ما تشوفون بيدكم، لين جاهز يعني مو طازه تو مسويته. تمام. فجبته وبديت اضيف اللهانه، سلطه اللهانه او المقبلات اللهانه ضفتها بالبدايه. بعدها ضفت الحشوه. هنا ضفت المايونيز، البعض ما يحب اللهانه فضفت المايونيز وضفته وحطيته بهذا الشكل. اللي يحب ياكلها بالخبزه قدام الماعون، واللي يحب ياكلها اللفات اللي انا مسويتها بالعافيه. طبعا ان كانت بيومها وما صبحت عليها صبح، انصحكم تجربوها بدل ما نشتريها من برا. اللي وصل لهذا الوقت من الفيديو يقول لي من اي بلد يتابعني، ويشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم والى اللقاء.